هذا اكو رجل صالح وقور حسيني خادم جليل القدر، اسمه الحاج ما شاء الله، اسمه ما شاء الله، من اهالي كرمان احدى محافظات ايران. هذا الحاج ما شاء الله اخواني انعرف بخدمته بمجالسه، وكذلك بالمائدة اللي يقيمها في محرم. يقيم مائدة ثواب طبخ سفرة للإمام الحسين سلام الله تعالى عليه لمدة 18 يوم، من أول محرم اليوم 18. هاي عدة عادة مستمرة. لكن المائدة مالته يعني الطعام اللي قدمه شيء غريب. الأكل اللي قدمه الملوك ما تقدر عليه، للغلاء اللي بيه والمواد اللي حطها من لحوم وغيره وفواكه وغيره، جميع الأكلات جميع الحلويات جميع بهذه السفرة لمدة 18 يوم، من 1 محرم و 18 محرم. شنو ببالك؟ أو ما لا أذن سمعت ولا عين رأت بهذه السفرة ما نقدر نوصفها. طبعا هو ما أدري عدل أو ميت، تقريبا القصة اللي سمعتها ووصلتني ما يقارب عمره 70 سنة. هو هذا الحاج ما شاء الله انعرف في المحافظات، في محافظته كرمان والمحافظات القريبة، انعرف بخدمته وعطائه، فأصبح محط أنظار وحديث الساعة الحسينية. إحدى الأيام أحد أساتذة الحوزة في قم، معروف يطلع بالفضائيات اللي في إيران، قصد الحاج ما شاء الله، قال أريد أروح أشوف شنو قصة هذه المائدة، لأنه المائدة هذه ما يقدر واحد، لأنه ميزانية دولة هذا 18 يوم. تقول القصة باستطاعة هاي المادة توكل لها آلاف. منين هذا؟ مو إنسان عادي يقدر يصرف. فقصد الحاج ما شاء الله هذا أستاذ الحوزة راح له، يقول وصلت طرقت الباب بعد ما سأل، يقول طلع لي رجال كبير بالعمر لكن النور يشع من وجهه إلى سيماء المؤمنين وسيماء الأولياء. يقول سلمت عليه، قلت له سلام عليكم، أنت حاج ما شاء الله؟ قال لي نعم أنا خادمك حاج ما شاء الله. قال لي أنا خادمك الأستاذ الفلاني في حوزة قم فلان. قال له عرفك شيخنا، شايفك بالتلفزيون. يقول رحب بي وادخلني بيته. قلت له حجي أنا جاي بس أريد أعرف قصة المائدة اللي موجودة اللي تمدها من 1 محرم ل 18 محرم، أريد أعرفها. هذا منين لك العطاء؟ منين لك هذه البركة؟ قال له شيخنا خلنا أسولف لك سالفتي. قال له أنا كنت شاب تمرضت بمرض الحصبة، لكن هذا النوع من المرض اللي أصابني نادر جدا بحيث وصلني لمرحلة الشلل. قال له شيخنا أنا 6 أشهر مشلول. أموالنا هو والده متوفي، هذا الحاج ما شاء الله والده متوفي وأمه امرأة كبيرة بالعمر. قال له أموالنا كلها صرفناها للعلاج وما فات، لا خلينا أصفهان، لا خلينا شيراز، لا خلينا مشهد، لا خلينا طهران، ما حد عالجنا. فقال له ظليت باقي بالمستشفى. الدكاترة وصلوا مرحلة انه بلغوا والدتي انه ممنوع واحد يوصله لانه هذا المرض معدي وخطير. وصل مرحلة انه ما يتعالج، بل لا اصبح مضر على اللي يوصل له ويزوره. يقول الناس ما ظلت توصلني، ظليت وحيد بالمستشفى. أمه امرأة كبيرة وبقلب الأم أنتم تعرفونها، بس هي تروح لخطية، بس هي توصل له. يقول لها يمه أخاف عليك تتمرضين. يقول لها يمه أنا مرة كبيرة أموت قبلك،
أنت بعدك شاب، الله يكتب لك عمر، صبر عليه. قال له شيخنا راحت أيام، اجت أيام الدكاترة اجوا لأمي قالوا له حجية ما انضم عليه السر، ابنك بهالايام ترى يتوفى، شايفين الأمراض الثقيلة، الدكاترة يبلغون أهل المريض أنه خليه يموت ببيته. قالوا له حجية ابنك بعد ما تصير له شارة، اخذيه للبيت بعد، والأعمار بيد الله. يقول طلعتني والدتي ودتني للبيت. يقول أيام بقت المحرم، 3 أيام 4 أيام يدخل محرم، وأم حسينية صاحبة مأتب، وهو هم كذلك. يقول له شيخنا أمي طلعتني بباحة البيت، الساحة، إذا شايفين البيوت القديمة إحنا قبل نسميها حوش، بيها شلون الساحة برا وحوض مال ماي. يقول أمي طلعتني خلتني بساحة البيت، بالك يمي. يقول بس أمي مهضومة متأذية، لأن بس هو عدها. يقول أنا قاعد أباوع لها، أمي عندها قطعة مال قماش شفية احنا نسميها، جايبتها من كربلاء، مستعزة بها هاي الأم. هاي الشفية القطعة مالت القماش شو تسوي بها؟ تاخذها وياها بالمجالس، من تبكي تمسح دموعها وما تغسلها تضمها، ضمت لها رصيد للقبر. يقول طلعت هاي الشفية تباوع لها، يقول أنا باوع لها. يقول نزلتها بيمن بالحوض مالت الماي، قامت تغسل بيها حتى تختلط الدموع بالماي. يقول انا باوع لها ويسولف للشيخ، يقول اباوع لها واسمعها شو تقول. تقول رفعت راسها لي فوق، قالت له اي حسين ايامك اجت محرم وصل، ابو علي ليلتين 3 يدخل علينا محرم ابو علي. وكافت شفيت تقول انا باوع لها واسمعها. قالت له حسين حبيبي حسين عندي شغله وياك وانت تدري بيها، ابني هذا ايامه معدوده وبعد ليلتين 3 يحل محرم، وانا معتاده انه اقيم عزاء مع النساء. فقالت له حبيبي يا حسين اذا إله عمر تطول بعمره، والشافي شافي بهالايام اليوم باكر حتى هو يعتمد على روحه، يروح المجلس مع الرجال وانا اقيم المجالس وهي النساء. حبيبي حسين اذا ما الى حياه فارجوك اخذ حياته اليوم. ملت المرأة خطيه 6 اشهر، قالت له اخذ حياته اليوم حتى اقيم له فاتحه ليلتين، والليله الثالثه يدخل محرم والتهي بعزاك. ابو علي ما اريد شيء يشغلني عن عزاك يا ابا عبد الله. يقول انا اسمعها، يقول بشيت ادري بيها متأذية 6 اشهر تعبانه ومرة كبيره يا ابا عبد الله. يقول قلت له يا حسين سمعت حكي امي، اذا الله كاتب لي حياه اريدك تطيبني حتى تلتهي بعزائها هاي المرة المسكينه، اذا ما لي حياه تاخذ حياتي، بس يا ابا عبد الله اذا بقيت انا بالحياه نذر علي اقيم لك عزاء ومائده 10 أيام من يوم 1 لحد يوم 10 شكو عندي اصرفه بهاي المائده يا ابا عبد الله. يقول شويه هي امه اجت مسحت وجهها بهذه الشفيه ونزلتها بالسرداب. بيوت ايران اذا شايفينها بسرداب يعني قاعات وغرف بس جو الارض. ونزلتني هي صعدت فوق تكمل امورها. يقول له شيخنا انا تعبان ومهموم شوي تاذيت على والدتي. يقول نمت. قال له شيخنا انا نمت واذا بعالم الرؤيه دخل نور من السرداب، النور ساطع يعني ما اقدر اباوع به. يقول نزل النور يتقرب لي اباوع رجل ذاته هيبه، النور يشعشع يقول من عنده، وقلبي رأسا اطمئن ارتاح امن. يقول قاعد يمي سلم علي، قاعد يمي رأسا حط ايده على رأسي وظل يمسح.
قال لي إيه وليدي ما شاء الله، شلونك؟ أخبارك؟ تعبان؟ أنت مريض مو؟ يقول أرد أقول له حجي شيخنا سيدنا، أرد أقول له لا تحط إيدك، لا تلمسني لأنه أنا أعديك. يقول ما أقدر أحاكي النور يا أبا عبد الله حسين. يقول ظل يمسح على وجهي، لزم إيدي، قال لي ما شاء الله لا تهتم. يقول قلت له قدرت أقول له، قلت له شيخنا حجينا سيدنا أنت لا تلزمني لأن أنا بي مرض حصبة ومرض خطير، ما أريدك تتأذى بسببي. قال له لا 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 ما شاء الله احنا هذا المرض ما يهم بينا، ما يأثر بينا. قال لي أنت ليش نايم؟ قلت له أنا مشلول. قال لي قوم قوم قوم. قلت له حجينا شيخنا والله العظيم أنا مشلول صار لي 6 أشهر ما أقدر أتحرك، أنت تدري بوضعي. قال له قوم قول يا حسين وقوم يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله الحسين. قال له شيخنا، قال لي قول يا حسين وقوم. يقول أنا هم قلت يا حسين قال لي قول يا حسين، قول بعد يا حسين. يقول قلت يا حسين. يقول له شيخنا حسيت ما ادري شنو نزل برجلي. يقول شو قمت؟ يقول قمت ما دريت بروحي، ظليت افتر على هذا الرجل اللي قاعد. يقول ابا عليه، اقول له اخويا انا جاي امشي. قال له ايه انت قلت يا حسين؟ يقول راسا عرفت انه مولاي ابي عبد الله الحسين. يقول انا بكيت، قلت له ابو علي انت جابك من ذاك المكان لهذا المكان على مودي. قال له انتم اعزاز عندنا. يقول انا ظليت امشي ما مصدق افتر. يقول قال لي تعال اقعد. يقول قعدت بصف. يقول بس انا الدنيا ما شايلتني، الحسين جاني من كربلاء الكرمان. قال لي حجي ما شاء الله او ولدي ما شاء الله، انت بالساعة شنو قلت الصبح على المائدة؟ قلت له سيدي نذرت نذر اذا طبت اقيم عزائك لحد ما اموت، ومائدة من يوم 1 اليوم 10 شكو عندي احطه بهاي المائدة. يقول قال لي ما شاء الله امي فاطمة غريبة. يقول قلت له اي والله غريبة سيدي مولاي. قال لي يقول هو قال لي ولدي ما شاء الله تدري ايش قد عمرها وماتت؟ عمرها 18 سنة. يقول انا بكيت قلت له عمت عيني عليها. قال لي ما شاء الله، قال لي اريدك تسوي المائدة من يوم 1 اليوم 18 انا وياك نشارك بالعزاء، 10 ايام عليك و8 ايام علي انا ادفعهن. قلت له فدان الك انا مولاي، 18 يوم لحد ما اموت اسوي عزاء ووليمة. لا تنسوا المرضى بدموعكم بعبراتكم، انخذ زهراء ام الحسن هاي ويوصونا بالدعاء. يقول فجأة اختفى هذا النور طلع. يقول انا فزيت اصرخ ما ادري بروحي، واقف على حيلي الحسين جاني. يقول تمت الناس، امي وقعت على القاع. انعرفت قصتي يقول بالمنطقة ثاني يوم اللي يعني قبل محرم بيوم. يقول انا بعد فرحان وردت هي للعزاء، بس يقول انا ادري احنا درهم ما عندنا كله ذبيناه بالمستشفى. شلون خافت فاشل ويا ابو علي، شحط بالسفرة وانا نذرت نذر. يقول له بهالاثناء واسمع سيارة بالباب وندق الجرس. يقول فتحت الباب والقى سيارة مملية اكياس تمن رز متروسة تمن. تفضلوا قال له هاي التمن هذا دزال تاجر فلان حج فلان، قال لي توديه البيت ما شاء الله. يقول التاجر ما دام عدل لا يفكر بالتمن. بعد شو يعطيك ابو علي؟ يقول انا ما اعرف شو اسوي. يقول بمجرد ما نزلوا التمن يقول اجى السياره محمله لحوم.
اجى السيارة محملة شكر. يقول والله ما أدري منو اللي دزهن وشلون وصلا. الحاصل يقول ما لذ وطاب نزل بهذا اليوم. يقول أنا بعد شو أسوي؟ صباح يوم اللطيفة، يعني اللطيفة مو هذه، صباح يوم العزاء، يعني اليوم أول يوم عزاء يسوي يا موالي. يقول له أنا شيخنا بعدني مريض ومرض الحصبة بعد بجسمي وجلدي متأثر لأنه مشلول، وست شوف الدكاترة قالوا له تعرض للشمس. قال له أنا حاط فراشي بالشمس الساحة ومدد. يقول غفيت. يقول وإذا بنفس النور دخل من داخل الباب. يقولوا نفس الرجل. يقول جاءني أبو علي با عبد الله قال لي ما شاء الله شو بعدك نايم اليوم ما تريد تسوي لنا عزاء؟ قلت له لا والله مولاي هسه قايم. قال له غير ترتب الفراش خاف تجي الوادي وزحمه من امي هي صاحبه العزاء. يقول وين ما قمت يا اموالي، يقول وين ما قمت يقول الامام الحسين اخذ المكناسه وظل يكنس ابو علي. يقول دقيت ايدي على راسي قلت له ابو علي انت تكنس انطيني المكناسه يا ابا عبد الله. قال لي لا 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 ما شاء الله انا اريد اكنس مكان المعزين. ليش؟ قال لي لان هم جاي يعزون امي فاطمه وعزيزه عندي. يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء حسين طلع صوتك طلع عبرتك. حسين يا حسين يا حسين يا حسين حسين لو ما حزاءك وين اروح حسين خليني بس لجلك انوب. لو ذنب حبك اصيحا روحي كثر من الذنوب، ولو 7000 جنة تنفتح لي ما اتوب. ادخيلك استر لي عيوبي وانت ستار العيوب، انت خيم على العوالم شلون تبقى بلا يثوب. سليم ملبسني ثوب العزة دوب، سليم من نحرك الصب الدموم، سليم وانت على العالم قيوم. مولاي أعمى كنت ما أشوفه اليم واقف والبعيد، وفتحت بالظلم عيني بالعزائب لطمتي، ويم شفتك انت اقرا يا ياب حتى من حبل الوريد، خلت دموع وذكرتك وانت نايم عالصعيد. عجيب قلبك يا مقطوع الوتيد، عجيب يا ابن الزكي اشقد حنين، عجيب اللي يتولى غيرك وانت دين بدمعتك، دمعت عليك
أنا على الفطرة هويتك واللي طالبني بدليل. حسين يا معرش الله كاتب من حبر دم اليسيل. شيعتي ارحم إلهي، شيعتي ارحم إلهي، يم توقيع الكفيل. خضير تدعي لي يا رب السماء، خضير واجب علي صار العزاء. خضير واعميها عين من البكاء، من البكاء. حسين ضحى بكل شي لجني، انا وين وهو وين. مني ما رايد مقابل ولا حسبها بذمتي دين. راد بس من عنده ذكره وامشي يوم الأربعين. لو شربت الماء يصيحا يا حبيبي، يا حبيبي يا حسين. حبيب مثلك فلا صار ويصير. حبيب انت الملك وانا الاسير. حبيب الاول انت يا والاخير. ما لقيت بنص رسالة لا كتب لا بالدفاتر. ديني بالمجلس لقيته بالزيارة وبالشعائر. شلون ما ألطم وطبر والأحبة بلا يا ناصر. طاح بالطف من مهرته وداست ضوع الحوافر. غريب نايم على حر الهجي، غريب بعيون اشوف لك امير. غريب وانت الغني وانا يا وانا الفقير. الناعي يا حسين بعزائك شما ذكر بدر العشيرة. ما احس الا انا واقف وراسي صوب الطفة ديره. والهجب كلمة دخيلك يا ابو فاضل واستجيره. انطيني حرق على الفواطم واختك راحت اسيره. نحيب كل عمره خلي بس نحيب، نحيب للعار والشيب الخضيب. نحيب للحرة والخدرين. اللي هنا وتنتهي قصتنا لهذا اليوم. لا تنسى الاشتراك في قناة قصص من الواقع وتفعيل زر الجرس للحصول على كل ما هو جديد. اتقبلوا تحياتي، هذا أنا علي البهادلي. احنا وياكم نلتقي بحلقة جديدة وقصة جديدة في امان الله وحفظه. دمتم سالمين.